انا خفت يا ربي، قلت ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا ما عملتش حاجه، نادوني كده، ايه شاكين فيا ولا حاجه؟ ازيكم عاملين ايه؟ لا، اول مره تشوفوني. انا اسمي سما، متجوزه مصريه ومتجوزه امريكي. تمام. فهحكي لكم قصه حصلت معايا في مطار نيويورك وسبحان الله ان اول مره اصلا اجي هنا امريكا يعني. تمام. قصه حزينه بصراحه يعني. المهم، خلينا نبدأ في الموضوع على طول يعني. طبعا الطيارة يعني، لو انتوا جيتوا امريكا قبل كده او كده او لسه بتفكروا ان انتوا تيجوا، ساعات السفر طويلة جدا. فانا كنت اول مرة اسافر امريكا. تمام. فانا كنت اول مرة اسافر امريكا. فللاسف الشديد فضلت قاعدة طول الرحلة، تخيلوا. فرجلي ورمة قد كده. نزلت من الطياره رجلي ورمه جدا وتعبانه خلاص، بقى مرهقه من كتر القعده. تمام. ما نمتش، ما بعرفش انام خالص في الطيارات بشكل عام. المهم بعد ما نزلت بقى طبعا وكده من الطياره، انا عشان كنت جايه فيزا من نوع خاص اللي هو فيزا الخطوبه، وكنت عملت فيديوهين عن تفاصيل بقى الفيزا والكلام ده وكده، هحط لكم في صندوق الوصف. تمام. ف وليه فيزا خطوبه مش فيزا جواز، اوكي، عشان ده نقطه مهمه جدا يعني. المهم بشكل عام، فانا بعد ما نزلت في المطار وكده، كنا طبعا كنت متجوزه كارل في مصر جواز، اللي هو بقى الفرح والكلام ده والمأذون والكلام ده وكده. نزلت بقى، انا وقفت في طابور لوحدي وكارل وقف في طابور لوحده. تمام. لان كارل امريكي بقى وكده والكلام ده واهله يعني، كان معانا مامته وكده والكلام ده على نفس الطياره معانا. اوكي. فانا وقفت لوحدي خالص، وانا اول مره اجي امريكا اصلا. المهم فبعد كده بقى يعني اللي هو ايه، من شباك لشباك والكلام ده والتفاصيل وكده. وطبعا لازم اول ما بتدخلوا المطار وكده بياخدوا صورة ليكم. تمام. والبصمة والكلام ده. تمام. فبعد كده نادوني كده، انا خفت يا ربي، قلت ايه اللي حصل؟ في ايه؟ أنا ما عملتش حاجة، نادوني كده، ايه شاكين فيا ولا حاجة؟ المهم فدخلوني كده أوضة منتظرة وقاعدة، واقول يا ربي هو ايه، في ايه، حصل ايه؟ اعتقلوني ولا ايه اللي حصل يعني؟ مش فاهمه. المهم بس دخلوني كده اوضه مع ناس تانية برضو، وفي كذا موظف كده قاعد على المكتب. بس وفضلت قاعده بقى كتير ومستنيه، وما ينفعش اخد شنطي معايا جوه، اللي هي الشنطه اللي هي الكاري اون، اللي هي الشنطه الصغيره. تمام. هندخل بقى في الموضوع اللي حصل بعد كده بالنسبه للشنط الكبيره بتاعتي. تمام. فبس دخلوني بقى لوحدي وكده، وطبعا انا لوحدي لان زي ما قلت لكم كارل ومامته وكده من ناحيه وانا من ناحيه تانية خالص. بس فقعدت كده، يا ربي هو هيحصل معايا ايه؟ انا ما اعرفش تفاصيل. عشان كده بحكي لكم التفاصيل دي، لان يعني ايه، ممكن يكون حد جاي وكده فيعني يحصل معاه نفس الموقف فيبقى فاهم يعني. بس انا اصلا قصتي هتكمل لحاجات تانية يعني، قصة حزينة للأسف الشديد. المهم يعني، ففضلت منتظرة وكده، انا مش عارفة ايه اللي هيحصل. بس لحد طبعا ما ينادوا اسمي وكده، لان انا لاحظت ان هم بينادوا اسماء وكده. ده غير، خلي بالكم، ده غير اللي بيحصل على الشباك يعني. ده مش اللي بيحصل على الشباك اللي هو المعتاد، اللي هو انت بتبصم وبياخدوا صورتك ويسالوك انت جاي ليه، صح؟ كل مره بدخل فيها امريكا بشكل عام بيسالوني انا جايه ليه اصلا. تمام. ومثلا قعدت في مصر قد ايه وليه، نزلت مصر ليه اصلا، ورجعت يعني، مش طبعا مش رجعت امريكا ليه لو جايه يعني، لان كده كده انا ما ينفعش اصلا اغيب عن 6 شهور، ما ينفعش اقعد في بره امريكا اكتر من 6 شهور. المهم يعني، بس فده اللي بيحصل على الشباك والكلام ده وكده، والتفاصيل اللي احنا بنشوفها في الافلام يعني. بس اللي هو في الاوضه ده انا يعني ما شفتوش قبل كده، ما كنتش اعرف ان انا المفروض ادخل اوضه، وان هم يعني يقعدوا يستجوبوني كده بعيد عن الموضوع الشباك. بس فانتظرت بقى لحد ما نادوا اسمي والكلام ده وكده. وقالوا لي خلي بالك بقى، اللي هو نفس اللي حصل في اللي هو انت لازم الجواز يكون قبل 90 يوم، والا ما ينفعش تستمري تقعدي في امريكا والكلام ده، والكلام ده برضو حصل على الشباك. تمام. في الكلام ده كله، النقطة دي حكيتها لكم بالتفصيل في اللي هو أول فيديو، اللي هو قلت لكم أنا إزاي هاجرت لأمريكا. أنا يعتبر هجرة مش مجرد فيزا، لأن برضو حكيت لكم في فيديو تاني إن أنا عرفت إن أنا يعتبر هجرة مش مجرد فيزا. تمام. المهم يعني، يا ريت بس ما كنتش بدخل في تفاصيل كتير. فطبعا طلع ان انا المفروض ان هم بيسالوني اللي هو بقى تفاصيل عني انا وكارل والكلام ده وكده، عشان يتاكدوا ان انا مش مجرد بس واحده كده عارفاها معرفه عشوائيه. والرغم برضو انا حكيت لكم اللي حصل معايا في السفاره والكلام ده وكده، وفي فيديو قبل كده. تمام. المفروض ان هم يكونوا متاكدين، بس برضو ده تاني. تمام. وبيقعدوا بقى يسالوني بقى شويه اسئله والكلام ده وكده عني، ويتاكدوا ان معرفش يعني معلومات والكلام ده وكده. تمام. فبرضو خلي بالكم من النقطه دي. ندخل بقى لقصتي الحزينه انا اللي حصلت معايا. انا جايه امريكا يا جماعه
اول مره. المفروض ان خلاص انتوا عارفين ان احنا عاداتنا وتقاليدنا في مصر، اي واحده بتتجوز بتجيب لبس جديد، صح ولا لا؟ ما حبيتش الفيديو يكون طويل عليكم، فقلت احكي لكم بقى الجزء التاني من القصة، او اللي هي جزء يعني قصة مستقلة في حد ذاتها في الجزء التاني، واللي هي يعتبر اكتر حاجة حزينة حصلت لي اول ما جيت امريكا.